السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة بعد غياب كتير، والنهاردة حابين نتكلم في مواضيع كتير تخص الكرة المصرية، منها موضوع تعيين حسام حسن، ومنها برضو الكلام على الحاجات الجديدة، متطلبات يعني لحسام حسن مع المنتخب. فقبل أي حاجة يعني ندعي لإخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم، وندعي لإخواتنا في اليمن وفي السودان ربنا ينصر إخواتنا، وينصرهم دايما على أعدائهم، ويخسف بهم الأرض بإذن الله. المهم في البداية، يعني من امبارح المنتخب أعلن إقالة روي فيتوريا، وقالوا بيفاوضوا يعني يا إما هيجيبوا مدير فني أجنبي، وكان من الناس اللي بيفاوضوها هيرفي رينار، وكان برضو كارلوس كيروش، وبرضو كانوا مستبعدين حتة المدير الفني المصري يعني عامة. فالمهم اللي حصل ان النهارده اعلنوا حسام حسن مدير فني للمنتخب المصري. و- وانا النهارده هتكلم بقى على يعني رأيي في حسام حسن عامة. يعتبر انا من اكتر الناس اللي بشجع دايما المدير الفني للمنتخب بيبقى وطني، لان هو اللي هيبقى دارب اتحاد الكوره اكتر، هيبقى دارب كل حاجه في الكوره اكتر من المدير الاجنبي اللي ممكن يكون جاي بسبب الماده وسبب الفلوس، زي عندك روي فيتوريا اللي هو عمره ما درب اصلا منتخبات، وجاي يعني يقبض على قفانا احنا. ف يعني شايف انها حاجه كويسه. وغير كده اصلا عندك حسام حسن من المدربين اللي هو لو في حاجه يعني مش بيسكت يعني وكده. ولو في حاجه في اتحاد الكره اللي هي لا هيبقى فيه مجاملات، ولا مثلا يجيب لعيب كمنه يعني تبع حد في منتخب فيضمه عادي، ولا هيبقى فيه الحاجات اللي كانت بتحصل قبل كده دي. وغير كده يعني هو شخصيته يعني حماسي، وفي ناس بتقول لك اللي هي ضد ده لانه عصبي وكده يعني. بس انت اللاعب المصري عامه اللي ينفع معاه المدرب الحماسي، اللي هو اصل الطبطبه والحنيه عامه عمرها ما بتنفع ولا بتفيد مع منتخب بالذات يعني. فانا شايف انه يعتبر هتبقى خطوه كويسه باذن الله، وباذن الله يكون قد المسؤوليه، وباذن الله يكون جدير بالمكان اللي هو فيها، ويقدر يعمل حاجه كويسه مع المنتخب وترجع لمكان المنتخب. وغير كده اصلا يعني انجازات المنتخب عامه كانت مع مديرين فنيين مصريين، سواء الجوهري بقى وحسن شحاتة وقبلهم. يعني تاريخك اتبنى من واحد قلبه على البلد فعلا، وحافظ البلد اكتر، وحافظ اللعيبه اكتر. و... وبرضه انت المفروض تبني للمستقبل، بحيث يبقى عندك ناس يبقى عينها حلوه تعرف تجيب اللعيبه كويسه من حتى يعني انت لو هتجيب درجه تانية ولا درجه تالتة. بس في يعني زي زمان كده يعني كان عندك ناس بتعرف تجيب لك لعيبه عينها حلوة على اللعيب ده بيلعب مثلا اهلي او زمالك بس بيفيد منتخب مصر يعني. عندك على سبيل المثال ابو تريكة جيب الترسانة، وعندك ابو تريكة عمل تاريخ يعني كبير. فكل الدعم لحسام حسن، واتمنى اللي هو يبقى ليه كل الصلاحيات، واتمنى اللي هو يكون قد المسؤولية فعلا. وبإذن الله يعني يقدر في خلال المواجهات اللي جاية يعني اللي هو يعني يعرف الفريق أكتر ويدخل في الجو بسرعة. وكده كده هيبقى في مباريات ودية، بطولة ودية كده، هيلعبوا كرواتيا وكده، والاحتكاك بالمنتخبات الأوروبية والعالمية دي بتبقى حاجة كويسة. كل الدعم لمنتخبنا، كل الدعم لحسام حسن، وبإذن الله يكون قد المسؤولية. السلام عليكم.